السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، صفاء العقيدة ونقاء التوحيد وسلامة الملة وإبطال التنديد فريضة الله سبحانه على جميع العبيد. بها أنزل كتبه وبها أرسل رسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن إليه المفزع في الشدائد والملمات إلا الله، ومن إليه الملجأ عند حلول الآفات والكروبات إلا الله، ومن إليه الفرار في السراء والضراء والشدة والرخاء إلا هو سبحانه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. هو سبحانه دافع الضر ومالك النفع، المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع. له الأمر كله وله الخلق كله، وإليه يرجع الأمر كله. بيده وحده ملكوت كل شيء، قضاؤه نافذ وقدره كائن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا واصل لما قطع. هو سبحانه المؤمل وحده لكشف كل بلاء ودفع كل بأساء. فلا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأولياء، فضلا عن غيرهم من الأدعياء، لا يملكون لأحدهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
ويقول سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. عباد الله، إذا كان صفوة خلق الله وأفضل عباد الله عليه صلوات الله يخاطبه الله سبحانه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ونهاه سبحانه بقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا كان ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام فغيره أولى وأحرى أن يحذر من ذلك، مراعيا توحيد ربه، مسلما أمره إليه، معتقدا أن ما سواه من المعبودات باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. ذلكم يا عباد الله ويا حراس الملة هو التوحيد الخالص الذي يجب أن يلتزمه المسلمون ويسيروا عليه دون التفات إلى غيره، تأسيا برسل الله عليهم الصلاة والسلام. هذا خليل الله يعلن التوحيد في محاورته قومه، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أمة التوحيد، بهذا المنهج السوي وعلى هذا الإيمان القوي رب الإسلام أتباعه، وعلى التعلق به وحده أمر الفرد والجماعة وسمى بعقولهم وحفظ فطرهم وصان قلوبهم وأفكارهم أن تتعلق بغيره، فابتعد بالأمة عن الظنون والخيالات والأوهام والخرافات التي تعبث بالعقول وتفسد القلوب، وقطع الطريق وسد الذرائع أمام كل دعي دجال ومفتر كذاب يزعم أن أحدا من دون الله يستطيع أن يتصرف في هذا الكون أو يتحكم في هذا الوجود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن قال بهذا أو اعتقد صحته فقد أعظم على الله الكذب وضل عن موالي الصواب وحاد الله في ربوبيته ووحدانيته. وكذا من اعتقد قدرة تصرف الأرواح والأضرحة والجان والمشاهد والنجوم والطوالع والسحرة والعرافين والكهنة والمنجمين والدجلة والمشعوذين أو حتى الأولياء والصالحين في شيء من أمور الخليقة، أو أنهم يستطيعون جلب شيء من السعد والنحس أو يملكون شيئا من الضر والنفع. والله عز وجل يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. روى الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر مرفوعا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. ومن ذلك يا أمة العقيدة تصديق أدعياء علم الغيب وإتيان الكهنة والعرافين والرمالين والمنجمين والمشعوذين والدجالين الذين يزعمون الإخبار عن الغيبيات زورا وبهتانا وكذبا وادعاء، فهذا كله ضلال وباطل وداء خطير وشر مستطير. فعلم الغيب مما استأثر الله به وحده،
قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أخرج الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أقوى الأمة إيمانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعلقوا آمالكم وكشف آلامكم به وحده، وفوضوا أموركم كلها إليه، وثقوا بتوفيقه وتأييده، وتوكلوا عليه. واعلموا رحمكم الله أنه ما تفشت أعمال الشعوذة في أمة إلا أهلكتها، ولا في مجتمعات إلا دحرتها، ولم تكن هذه الأمور لتحصل إلا لما ضعف ولاء كثير من الناس لدينهم وعقيدتهم، وأسلموا قيادهم وزمامهم لأعوان الشياطين، يلعبون بهم كيفما يشاءون دون روية ولا تفكير، مع الانسياق وراء الوهم والهوى والظنون. وعليكم رحمكم الله بتحسين أنفسكم وأولادكم بالرقى المشروعة والأوراد المأثورة، فهي حصن حصين وحرز أمين بإذن الله الحي القيوم. داوموا على أوراد الصباح والمساء، وأدعية الدخول والخروج والنوم والاستيقاظ. أكثروا من قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فإنها تكفي صاحبها بإذن الله من كل بلاء وداء. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حينما تمسي وحينما تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل مساء ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. على الإيمان نحيا، وعلى العقيدة نموت، وعليها نبعث يوم الدين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين
وعنا معهم بجودك وفضلك وإكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا واستقرارنا بسوء فاشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله